في شارع الجمهورية بمدينة سوهاج. توفت لرحمة الله يوم 28 من يناير لعام 2011 الماضي، فيما عرف بجمعة الغضب. جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ذكرت لنا أن الشهيدة لقيت مصرعها بعد قيام بعض البلطجية المستأجرين من الحزب الوطني بالتعدي عليها بالضرب بالشوم والعصي أثناء محاولتها دخول ميدان التحرير. أوردت صحيفة المصري اليوم أن وكالة ناسا الفضائية الأمريكية سوف تطلق اسم سالي زهران التي استشهدت في مظاهرات ثورة شباب التحرير على إحدى المركبات الفضائية المتجهة إلى المريخ. خدوا موافقه من ناسا، حطوها صورتها على مكتوب فضائي طالع المريخ يعمل استكشاف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ده اوريدي من اسبوع الكلام ده حصل. خلاص فعلا وصلت. لو كانوا معلقين البروشور بتاعها وهو هيتحرك يعني الصور دي اتعمل صور الشهداء تطلع المريخ. سالي زهران. سالي لان يعني لها موقف خاص يعني مؤثر على الناس. جامد. ضرب افضل موت يعني. لا ضربوها جامد هنا في الميدان. لا اله الا الله. سالي زهران الله يكرمك ربنا يرحمها. الأربعة هي نفس البنت دي سالي نفسها؟ سالي بس ما ماتتش هنا، دي لما كانت بره. لما الناس جريت على ريحتها كانت ماتت. شكله يعني متعورين. حاضر. واحده صاحبتنا ماتت، يعني سالي زهران دي صاحبتنا. ربنا يرحمها. سالي زهران دي صاحبتنا. ربنا يرحمها يا رب. والنبي يقول لها ماتت في ايه عشان هي فاكره كانت بشومه في وسط البلد هنا بلطجي. بلطجي موتها. انت بتقول ان انت كنت عارف سالي زهران، الكلام ده حقيقي؟ سالي كانت صديقتنا لجروب كبير بتاعنا، كنا بنروح نقعد على القهوه، كانت بتيجي تقعد معانا، كانت طول عمرها نفسها تشهد. يوم ما كانت اتشهرت بس ما استشهدت. ماتت صورها نزلت في الجورنال واطلقوا اسمها على سفينه فضاء امريكيه اسمها ناسا، غيروا اسمها بقت اسمها سالي. هي بتحب التمثيل جدا وبتحب الاعلانات وحاجات كده، كانت بتيجي تقعد معانا. ربنا كتب لها انها تستشهد يعني. وهي سمعت ان هي اول منتحره في سوهاج. لا النهارده الكلام ده ده كلام منعوها من الذهاب للتحرير. لا ده كلام الصحافه الصفراء، الصحافه المصريه والتلفزيون الفاشل، فاهم؟ الكذب حصري على التلفزيون المصري، هم نزلوا الكلام ده، قالوا الكلام ده. سالي مضروبه في الدم، طلعت حرب عند صدناوي بالشوم على دماغها وقعدت تنزف، خدوها. طبعا عايز اقول لك اللي هم محل كشري اسمه القصر العيني، فاهم؟ مش دكاتره هناك، جزارين. خيط وعندها نزيف داخلي وماتت. هي وغيرها كتير، بس عشان احنا ذكرنا سالي عشان سالي صاحبتنا، يمكن هي البنت الوحيده اللي ماتت. في بنات كتير ماتت بس مش من القاهره، هي البنت الوحيده اللي ماتت. عايز اقول لك ان اصحابها كلهم يعني كانت لهم هستيريا، يعني ما اعرفش. انا اول ما شفت صورتها في الجورنال، فاهم؟ انا قلت يعني عارف ليه؟ مش مصدق ان هي ماتت، قلت تتقبض عليها، عارفش يعني اللي هو معتقلين. بس احنا شفناها وهي ماتت. او استشهاد بمعنى صح. وفاجأ ان في الجرايد كاتبينها بقت منظومه الشهداء. ناسا عملت سفينه باسمها نقلتها المريخ. الاستاذ مصطفى التوني عمل لها كاريكاتير جان دارك المصريه. يعني ربنا كرمها في الدنيا، وان شاء الله يكرمها في الاخره. ولكن بعد قيامنا بالتوجه لمنزل أسرة سالي بمدينة سوهاج للتصوير معهم، حدثت مفاجأة كبرى لنا طبقا لما جاء بحديث والدتها. بتتصل بحد من أصحابها هنا في سوهاج، وعرفت إن هم يعملوا مظاهرة. دخلت خدت عملت كوبايه نسكافيه بتاعتها، هي مش اكله ليها يومين، بس ما رضتش تفطر ولا تاكل حاجه. عملت نسكافيه بتاعتها وشربت، دخلت خدت حمام، لقيتها بتلبس. رايحه فين يا سالي؟ قالت لي يا ماما رايحه انزل في المظاهرات، عايزه اشارك يا ماما باي حاجه. انا سبتها تنزل، ما كانش ينفع احوشها، كانت فعلا لو لازم كانت تنزل في الوقت ده.
ولقيتها جايه مبلوله ميه ويعني قالت لي ماما اصل مرش علينا ميه والدخان بتاع القنابل، فجاي وشها اصفر بشع، يعني كانها بتموت، بتكح مخنوقه وداخله جري تغير عشان تنزل تاني. طبعا انا كأم ما قدرتش، تعبت عليا، قلت لها لا ما ينفعش، خلاص عملتي لي عليك يا سالي. سهرت جدا لدرجه ان هي مسكت الترابيزه راحت موقعاها كسرتها. حرام عليكي سيبيني يا ماما، سيبيني اعمل حاجه، سيبيني اعمل حاجه للبلد مش ليا لاخواتي. طبعا لقيتها بتثور وبتغضب يعني ممكن تعمل اي حاجه. دخلت على اوضتها الجاريه قالت لي ما كنتيش هتنزليني انا هنزل من البلكونه. رحت لقيتها انا واقفه على الباب وهي واقفه عند البلكونه، بس كانت بتهددني. ركبت البلكونه حصان اساس انها قالت لي يا ماما افتحي لي الباب عشان انزل ارجوكي من فضلك. فوجئت ان هي حصل لها زي داخل وقعت البلكونه، ماتت في الحال. سالي